السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد. هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي النهارده. في الاول كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا رب تكونوا بخير. يا ريت بقى اللي اول مره يشوف القناه يا ريت يشترك لي فيها ويحط لي لايك للفيديو وتعليق حلو منكم كده يشجعني ان انا اكمل. الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم على شويه افكار وحاجات صحية، وازاي بقلب الاكل العادي لاكل صحي وانا باكل من اكل البيت وبخس عادي. وهنتكلم مع بعض طبعا على نظام الطيبات ده اللي هو مكسر الدنيا، وازاي بقى ان احنا يعني ما نمشيش ورا الترندات والكلام من ده على حساب صحتنا يعني. نسمي الله كده ونتكلم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا النهارده بقى الفيديو بتاعنا، اول ما ابتديت الفيديو خالص ابتديت طلعت كيس كده كفتة. دي كفتة فراخ يا بنات، انا كنت عاملاها معاكم قبل كده من كام فيديو. فكنت انا عاملة معاكم كيس طبخت يومها، والكيس التاني فضل في الفريزر. دي من الحاجات اللي هتوفر معاكي كتير وقت ومجهود، وبتفرط معاكي وترمي معاكي كمية حلوة قوي. يعني انا الكفتة ديت عملت معاها منها الكفتة اللي هي تبقى بصلصة ديت عادي مع بطاطس، وعملت بقى اللي هي الكبيبة الغمراوي على طريقة اختي وحبيبتي بسمة هم. هما اللي بتعمل الكفتة دي بصراحة، فانا قلت اعملها زيها. اللي هي الكبيبة الغمراوي دي اللي هي كانت كفتة الفراخ، كفتة الرز العادية بتاعتنا عادي، وبتقرصها كده قراص وبتسلقها في شوربة. انا ما كانش عندي شوربة في اليوم ده. هقول لكم طبعا هنيجي بقى الوقت اللي وانا بطبخها هقول لكم. بس والله العظيم كانت طالعه خفيفه جدا جدا. ده انا عملت على قد يا بنات، عملت على قدي اربع اقراص يعني. اربع اقراص كده، على اساس انا مش عايزه اكل بقى محمر. ودي الفكره بقى، ان انا بقلب الحاجه اللي هي بيبقى فيها زيوت او بتتقلى. عملت سمك مقلي، لا ما بقليش السمك بتاعي وبحطه تحت الشوايه او بشويه. عملت فراخ مثلا محمره، لا انا بحط الفرخه بتاعتي يعني الفراخ بتاعتي. يعني عاده دلوقتي ما بنحمرش الفراخ قوي، بنحطها تحت الشوايه، بحط عليها صلصه وشويه زيت وشويه ملح وشويه فلفل كده، وادهن بها الفرخه كلها وادخلها تحت الشوايه تحمر. والرز مثلا باكله طبعا مسلوق، او باخد عدد معين من الرز، مثلا 3 معالق 4 معالق، ما عدتش بزود عن ال4 معالق صراحه. يعني يوم ما عملت الكوبيبه ديت انا ما اكلتش رز، رغم ان انا غرفت معاكم الرز بس ما قدرتش اكل منه. كلتها حاف. عايزه اقول لكم كانت ريحتها قلبة الدنيا. انا بقى حمرت الكفته كده مع نفسي. يعني حمرتها عادي بزيت، اللي هي بقى هعملها بقى ايه للبيت يعني. وعايزه اقول لكم ان هم اكلوا معايا من اللي انا عاملاها ديت وعجبتهم جدا يعني. فكلوا من دي وكلوا من دي بصراحه. انما انا كلت من اللي انا ايه هطبخها معاكم دلوقتي. فعشان اعمل بقى الكفته اللي بصلصه بتاعتنا، وكفته الرز العاديه سواء عاملاها بلحمه او عاملاها بفراخ زي ما انا عملت. دولت كانوا صدر فرخه واحد، عملت منه الطبختين دولت. يعني طبخه عملتها معاكم يوم ما عملتها، وطبخة عملتها النهاردة. فدي كانت من كام فيديو، لو حابين بقى تشوفوه ابحثوا كده في القناة هتلاقوها يعني. بس الكيس ده كانت انا عندي بقى من في الفريزر يعني يومها. لما بلاقي بقى بعمل كفتة الرز دي بتفرط كمية كبيرة يا بنات، فبقسمها بقى ما بتبقى كتير علينا. فبقسمها الكيس، مثلا اعمله في يومها فاض منه مثلا حاجة بسيطة، تاني يوم اكمل معاه مع بتنجان وبيض وحاجات زي كده وبقضي اليوم. دي برضو من الافكار بتاعت التوفير. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه اهو. صفرت تومه بسيطه كده ونزلت عليها بالبطاطس وسبتها تحت يعني ايه تاخد كده من ريحه التوم وكده، ونزلت عليها بالايه بالطماطم بتاعتي المتصفيه. دي يعني انا ضربت الطماطم وصفتها. انا بحب اصفي الطماطم يا بنات، ما بحبش احط الطماطم بقشرها يعني. تمام. اصفيها كده واحط لها بقى رشه ملح ورشه فلفل ورشه كمون. وانا ما كانش عندي شوربه في اليوم ده، حطيت لها مكعب مرق الدجاج كده، حطيتها في قلبها. انا عارفه برضو انها مش صحيه وكل حاجه، بس كانت عندي وانا ما كانش عنده شوربه وكده. فحطيت مكعب كده مرقه فيها يعني. يعني نص مكعب، يعني ما كانش المكعب كامل يعني. حطيت نص مكعب كده يطعمها بس كده، على اساس ان انا في اليوم ده ما كانش عندي ايه شوربه.
بس كده. هحط بقى كده وهزودها بس شويه ميه كده تغلي فيها وخلاص. وحط الطماطم بقى، كانت طبعا مصفره كده شويه، فطبعا انا عارفين ان انا بحب الاكياس بتاعه الصلصه دي قوي. بفتح الكيس كده، انا ما حطيتش بقى الكيس كله، انا حطيت معلقه كده واحده بس، وقفلت بقى الكيس كده وبحطه في باب التلاجة لطبخه تانية بقى. حابه اعمل فول، حابه اعمل حاجه. ما بنرميش حاجه يا بنات، يعني الحاجه غاليه جدا جدا جدا، والموضوع مش ناقص يعني بصراحه. انا بقى كنت رصه بقى الكبيبه بتاعتي ديت على طريقه بسمه حبيبتي، بجد تسلم ايديها، وفعلا حلوه قوي قوي يا بنات، وخفيفه. وعايزه اقول لكم بقى انا اكلتها فعلا لوحدها، ما اكلتش معاها لا رز ولا اكلت معاها حاجه. بس كده، فزودتها بس شويه ميه كده عشان تتسلق فيها، وحطيتها بقى كبشتين كده من الصلصه اللي هي بتاعه البطاطس دي. بس عايزه اقول لكم يعني الصلصه بتاعت يعني خلتها حمرا. انا اصلا بحب الشوربه الحمرا، وبحب الحاجه المحمره شويه يعني بالطماطم كده. عايزه اقول لكم ادت لها طعم حلو جدا جدا جدا. وانا باذن الله باذن الله كل ما اجي اعمل كفته الرز دي، سواء عملتها بلحمه او بفراخ، هعملها بالطريقه ديت، لانها بجد عجبتني وحلوه جدا جدا جدا. اهو زي ما انتم شايفين. هاجي بقى ايه على ما الحاجه بقى تستوى كده. انا كان عندي رز يومها يا بنات، ما طبختش رز، كان عندي رز بايت قبلها بيوم، فعملت عليه كيس الكفته دوت وخلاص، وسخنت الرز وبس كده. هنغسل بقى المواعين. وعايزه اكلمكم بقى، انا مشيت على يعني موضوع نظام الطيبات اللي طالعين فيه ده. عايزه اقول لكم يعني بالعقل كده، يعني خلينا نمشي بالعقل. يعني معلش احنا طول عمرنا بناكل الفراخ، وطول عمرنا اهالينا بيربوا الفراخ في البيت وبتتاكل وبتبقى نظيفه. حتى لو اشتريناها من بره، ازاي بنبقى غاسلينها وبنبقى منضفينها، واي حاجه بتخش النار شيء طبيعي، اي حاجه فيها بتتقتل. يعني اي حاجه بتتسوى على النار لازم النار بتقتلها يعني. ازاي يعني مرروا علينا والله العيشة بجد. يعني البيض ممنوع، الفراخ ممنوعة. ويديني قصادها، يديني مربى ويديني حلاوة ويديني نوتيلا ويديني حاجات كلها مش صحية. يعني معلش بتوع مرضى الأورام اللي بيقولك ده احنا خفينا على النظام ده، معلش. واحد يعني ألف باء كده في علاج الأورام بيمنعوهم عن السكر الأبيض والدقيق الأبيض والسكر بالذات، لأن والعياذ بالله يعني الورم بيتغذى على السكر اصلا. فبيمنعونا كده، يمنعوا بقى، بيمنعوا اللي عندهم اورام وحاجات زي كده من السكر الابيض ومن الدقيق الابيض. ازاي بقى ندي لهم حلاوه وتدي لهم مربى ويقول لك خفوا؟ والناس بقى اللي طالعه بالترندات عشان تركب الترند. وبعد ما مات، يعني انا ما عرفتش الراجل ده اللي بعد ما مات. يعني الله يرحمه يا رب، ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه يعني، ويرحمه ويرحم أموات المسلمين أجمعين. ولكن الناس كلها طلعت دلوقتي عاملة نظام الطيبات في قصاد ان هو ايام ما كان عايش كانت الناس كلها بتنتقده وتقول لك ازاي، ويعملوا عليه فيديوهات وقطعوه وبهدلوه يعني. فبالله عليكم بلاش يعني ايه، لان بجد انا شايفه حمله كبيره جدا على التغذيه وعلى العلاج وعلى النظام وكل حاجه. يعني بلاش نمشي. انا واحده من الناس مشيت، نزلت 25 كيلو قبل كده على نظام الهرم الغذائي. نظام الهرم الغذائي ده كان عباره عن ايه؟ كان الهرم يعني رسمه المثلث كده، كان بيبقى فيه خضار وبيبقى فيه نشويات وبيبقى فيه بروتين، واهم حاجه الميه قبل الاكل، والشاي والاعشاب. الشاي الاخضر مثلا بالنعناع، البردقوش، البقدونس والكرفس دلوقتي ما بقى موجود، يعني ما كانش موجود في الاول. ففي حاجات كتير نقدر ان احنا ناخدها الفايده لجسمنا بعد. والبيض، يعني انا في النظام اللي انا عاملاه في الوقت الحالي، انا ما بشبعش الا اذا فطرت بيض، او فطرت بيض او فول. يعني هو برضو مانع الفول برضو. فازاي يعني من الممنوعات اللي هي بتاعت نظام الطيبات ده، لان انا قريت حاجات كتير جدا بجد العقل ما بيصدقهاش. يعني البيض ده انا بقول لكم انا ما بشبعش الا لما بفطر بيض، يعني بفطر بيض. وكنا زمان كانت والدتي الله يرحمها كانت تربي البيض، وكنا نقعد جنب الفرخه كده لغايه ما تبيض، واول ما نلاقي شويه بيض كده يا بنبقى فرحانين ومبسوطين ان الفراخ باضت. ولو الفراخ ما بتبيضش كانت بتبقى قاعده زعلانه ان الفراخ ما بتبيضش، وبتذبحها وبناكلها وخلاص. الله المستعان. انا كلمتكم بقى باستفاضه وعن رايي في الموضوع، لازم نحكم عقلنا بصراحه. ندخل بقى على الوصفه الصحيه برضو الجميله قوي ديت اللي هتنفعنا برضو.
انا عندي بقى ايه الشوفان. هنعمل مع بعض اللي هو الايه الجرانولا دي. الجرانولا ديت حاجه كده بتتباع في السوبر ماركت، بيبقى داخلها بقى مكسرات وبيبقى داخلها حاجات، وهي بتتعمل ممكن تعمليها بكذا طريقه وتحطي فيها اللي انت عايزاه وتشيلي منها اللي انت عايزاه. يعني انا جبت الشوفان بتاعي، حطيت عليه معلقتين سمسم، حطيت عليه معلقتين بذور كتان، معلقه بذور شيا، وحطيت شويه سوداني كده جرشتهم. ممكن تحطي عندك اي مكسرات، ربنا يوسع عليكم يا رب. لو في مكسرات من اي نوع ممكن تحطيها. والمفروض انها بتتعمل بعسل ابيض، بس انا ما كانش عندي عسل، فحطيت ايه نص معلقه كده من السكر اللي هو بتاع سويتال ده. وعايزه اقول لكم هو بيسكر جدا جدا جدا. يعني انا لما باجي اعمل شاي ولا حاجه بحط طرف المعلقه كده، لان هو بيسكر. يعني البرطمان ده عندي من زمان قوي، ولو جيت اعمل اي وصفه معجنات ولا اي حاجه صحيه طبعا باخد منه، عشان انا برضو ممنوعه من السكر الابيض عشان موضوع رجليا. يعني فبستبدل بقى، بعمل بقى بدايل. زي ما بقول لكم الحاجه المقليه اعملها مشويه، اقلل من النشويات. ما بمنعهاش، انا بقللها بس. بعمل بقى حاجات زي كده. الجرانولا دي برضو من الحاجات الحلوه قوي. تاخدي معلقه كده على كوبايه زبادي، بتاخدي معلقه كده على شويه لبن. انا في اليوم ده كان عندي لبن، وبدخلها بقى الفرن لغايه ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده، واحطها في العلبه كده واحطها في التلاجة يا بنات. ما بسيبهاش بره عشان هي جواها زبده طبعا. ما تبصش، لازم تتحط كده في التلاجة. فبحطها بقى في التلاجة، واخد بقى معلقه كده احطها على اللبن او على الزبادي. لو حطيناها على زبادي بنركنها بس شويه كده لغايه ما الزبادي يشرب الشوفان. برضو نفس الوضع اللبن، وبحطه بس في الميكرويف بس دقيقه كده يسخن كده، وبعد كده اقوم مطلعاه ويبرد كده. بيكون الشوفان بتاعي استوى زي نظام الكورن فليكس كده. بدل ما نعمل كورن فليكس احنا بنعمل حاجه صحيه كلها بالشوفان. ممكن تقطعي فيها تمر صغير، حتت صغيره كده. انا كان عندي والله بس نسيت احط فيها تمر. تحطي فواكه مجففه براحتكم خالص. وبتدخلها بقى الفرن على نار متوسطه كده، وتقلبوها لغايه ما تاخد اللون الذهبي ده. بس كده. جيت بقى على اخر الفيديو كده، وكان جاي لي بقى المفاجاه الحلوه ديت. التوت يا بنات، ياه انا بحبه جدا جدا. يعني بجد لو انا زعلانه كده وجوزي كده دخل عليا بشويه توت، ببقى فرحانه فرحه يعني ما اقولكوش قد ايه. فقلت اوريهولكوا كده. ده كنت على اخر اليوم بقى جبت شويه توت كده، وقعدت بقى قدام التلفزيون بعد ما خلصت شغلي. قعدت بقى اكل شويه التوت الحلوين دولت. وده كده الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.